يلا نحضر الماسك مع بعض. انا جبت طبق عشان ابتدي احط فيه الكمية اللي هعوزها من كل حاجة. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كريستين عماد في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو النهاردة هنعمل ماسك جديد ترطيب لشعرنا، عشان دي اكتر حاجة بتكون مطلوبة قوي. المرة دي هعملها بمكونات بسيطة ومش حاجات اوفر قوي، وممكن نكون ليها بدائل كتير نقدر نستخدمها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكمان تفعلوا خاصية الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اعملوا لايك على الفيديو. خليني اقول لكم ايه مكونات الماسك اللي هنعمله النهارده. اول حاجه هو بلسم سوري بتاع هاني. ده موجود في صيدليات كتير، موجود في اماكن كتير دلوقتي. سعره مش غالي اوفر، عشان بس الناس بتشتكي دايما من الحاجه اللي سعرها اوفر، فاحنا هنحاول نجيب حاجات سعرها على القد شويه. طيب هنستخدم 3 انواع زيوت، هما غاليين بس احنا ممكن نلاقي ليهم بدايل بسعر ارخص شويه. اول زيت هو اللوز الحلو، احنا محتاجين قوي نرطب، وكمان زيت الجوجوبا، ومعاهم زيت الافوكاتو. ده بتاع افريكانا. هو بصراحة انا جربته قبل كده وعجبني، فعشان كده قررت استخدمه مع الزيوت التانية دي ومع البلسم بتاعنا. انا اول مرة ممكن اكون بعمل ببلسم مش بعمل بحمام كريم، فخليني اقول ان الماسك ده هيكون مناسب اكتر للبنات اللي شعرها مش عايز حاجه تقيله اوفر قوي، يعني حاجه بين البنين، خلينا نقول الوسط، او البنات اللي حابه حاجه خفيفه فمش هتكتر من البلسم وهي بتستخدمه، يعني نحط كميه مش اوفر قوي. تعالوا بينا نعمل الماسك مع بعض. يلا نحضر الماسك مع بعض. انا جبت طبق عشان ابتدي احط فيه الكميه اللي هعوزها من كل حاجه. انا اول حاجه هستخدم من بلسم هاني، هحط على الاقل 4 معالق من دي او 5 مثلا، على حسب الكميه اللي انا محتاجاها لشعري. لو شعري اتقل، لو انت شعرك اتقل من شعري يعني، هنزود طبعا الكميه. طيب خليني اقول ان انا حطيت اكتر من 5، انا حطيت مثلا بتوع 10 ولا حاجه عشان يكون اكتر كميه اكتر. هبتدي اوزع من الزيوت. اول حاجه انا هحط من زيت الجوجوبا، هحط معلقه واحده. هحط من زيت اللوز الحلو معلقه واحده برضو. هحط من زيت الافوكاتو على الاقل 10 بخات مثلا، عشان هو زي بخاخ، فانا هرش في مقام 10، هتديني يعتبر كانها معلقه. في ناس هتقولي الزيوت دي اوريدي غاليه عليا، فانا مش هقدر اجيب مثلا زيوت بمبلغ كبير. ممكن البدايل الامتنان مثلا وافريكانا، ممكن نجيب حروز، يعني افضل شويه في انواع الزيوت، لكن بلاش نجيب زيوت تانية، خلينا في الحاجات المضمونة عشان ده مفيد اكتر لشعرنا. انا دلوقتي هميكس الخلطبيطه دي كده. خليني اقول اني عشان مش كميه البلسم كبيره، فهتلاقوا كأن الزيت اكتر. هيكون حلو للناس اللي كمان بتحب تعمل حمامات زيت لشعرها. انا مش بعمل غير كل فين وفين مره، فعشان كده انا بالنسبه لي دي حاجه كويسه اني هكون بستخدم بلسم وفي نفس الوقت بستخدم زيت لشعري عشان يفيد شعري. طيب هنوزع الماسك ده ازاي على شعرنا. انا هغسل شعري الاول عشان انا شعري بصراحه مش نظيف، فانا هغسله بالشامبو وهبتدي اوزع قدامكم واحده واحده عشان تشوفوا انا بوزع الماسك على شعري ازاي. دلوقتي بعد ما غسلت شعري بالشامبو كويس جدا عشان انضف فروه راسي، دي اهم حاجه. انا وزعت بلسم خفيف قوي بس عشان افك تشابك شعري وشعري يكون بس متسلك، اقدر ان انا اقسم شعري وانا بوزع الماسك عليه. هبتدي اقسم جزء جزء، انا اوريدي مقسمه نصين، فهلم النص ده عشان مش هشتغل فيه دلوقتي، هشتغل في الاولاني. وهجيب الجزء الاول ده كله عشان اوزع عليه الماسك كويس قوي. زي ما انتوا شايفين ادي الماسك اهو. هاخد منه جزء كده، هو هيبقى عامل زي الميه شويه، وهنبتدي ان احنا نوزع بالطريقه دي. تأكدوا ان الجزء كله يكون اتوزع عليه كفايه.
هنمشي بنفس الخطوات على باقي الشعر. خليني اقول انا لما بوزع على المناطق دي بطبطب كده بالراحه، مش بدخل ايدي خالص جوه عشان مفيش حاجه تيجي على فروه خالص، بطبطب كده بس عشان احيانا الاجزاء دي كمان بتبقى محتاجه ان هي كمان تترطب كفايه. خليني اقول ان الماسك ده بيتحط من بعد الفروه لحد الشعر تحت خالص لاطرافنا، مفيش اي حاجه بتيجي على فروتنا، ناخد بالنا عشان ما يعملناش قشره او تساقط مع الوقت. انا هبتدي اوزع الجزء ده وهرجع لكم. وبكده اكون وزعت الماسك على جزئين اتنين. انا بس عايزه اوضح حاجه، انا الوقت اللي فات ما كنتش في القاهره، فشعري كان لو انتوا شفتوه في اول الفيديو كان الكيرلز هايشه بشكل مبالغ فيه الصراحه، كانه تاثر بالجو والميه اللي كنت فيها، فعشان كده انا عملت الماسك ده. عشان كده هنشوف في اخر الفيديو النتيجه بتاعته، هتعجبكم جدا. خلونا نسيبه على الاقل نص ساعه. لو عندك كاب حراري هيكون حاجه كويسه جدا تساعد اكتر ان شعرك يمتص ترطيب اللي احنا عاملينه. لو مش عندك نقدر عادي نكون بنلبس كيس بلاستيك عندك او اي بونيه، ونعمل بس بالاستشوار كده على اساس ان احنا بس بندفي شعرنا علشان بس يسخن الفروه على قد ما يقدر، والشعر تتفتح المسام بتاعته ويشرب الترطيب اللي احنا عاملينه. هرجع لكم بعد نص ساعه واقول لكم غسلت شعري ازاي، ووريكم شعري بعد الستايلنج كمان. وبكده نكون وصلنا للنتيجه النهائيه. زي ما انتم شايفين شكل شعري، انا بس هوريكم عن قريب شويه. شايفين الكيرلي بتلمع ازاي؟ مبدئيا الهيشان او الحاجه الوحشه اللي كانت في اول الفيديو ان الكيرلز من تحت كانت هايشه جدا بشكل مبالغ فيه، لكن زي ما انتم شايفين بصوا الكيرلي من تحت حتى الاطراف بتاعته شكلها عامل ازاي، الكيرلي نفسها بتلمع ازاي. حقيقي كانت النتيجه بتاعه الماسك هايله جدا. طب في ناس هتقولي انتي عملتي ايه او غسلتي الماسك ده ازاي من على شعرك؟ مبدئيا انا غسلته بالميه عادي الفتره، بس لو انا شعري حسيته انه ملزق شويه او الزيوت كانت زياده مثلا تقلت معايا فحسيت ملمس شعري مزيت، فالافضل ان احنا نشطفه بالبلسم. لا مش هنحتاج شامبو، عشان في ناس بتقولي طب استخدم شامبو وبعد كده استخدم بلسم تاني، لا مش للدرجه، لان هو مش كميه زيوت اوفر قوي. وكده كده الوش الجايه طبعا هنستخدم شامبو، فلو في اي تراكمات او اي حاجه الشامبو هيشيلها من على شعرنا. لو جربتوا الماسك ده اكتبولي في الكومنتات ايه رايكم وجاب نتيجه معاكم ولا لا. خليني اقول الناس اللي بيبقى شعرها شديد الجفاف ده بيبقى محتاج كذا مره، مش من مره واحده هتلاقي النتيجه بيرفكت قوي. انا عشان شعري لحد ما انا بحاول ان انا افهم هو عايز ايه واعمله، فهو ما كانش شديد الجفاف قوي، عشان كده النتيجه من اول مره كانت حلوه معايا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتم. لو في اي كومنت او اي استفسار سيبولي هنا او على جروب الفيسبوك او على اكونت الانستجرام. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكمان تعملوا شير عشان اصحابكم يستفيدوا زيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.